لا ابوه عباس هو بشحمه ولحمه. ايش تبي هاي؟ من زمان ما شفتك يا صالح وجيت اسلم عليك يا حبيبي. اني من هناك للبيت بس علشان تسلم علي؟ لا 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 لا، وحبيت اقول لك بعد شيء. تذكر مرة اني قلت لك بشتري بيت في فريجكم؟ حاجيك وايد، ايش بتذكر من انا؟ لا 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 لا، بس هذه كان موضوع مهم انت ما انتبهت له عدل. قول خلاص. انا اشتريت بيتكم. اي بيت؟ بيتكم اللي انتم قاعدين فيه، وهاي الوثيقة. ايش في صالح؟ جين تفضل يبا. ايش فيك يبا؟ ما فيني شيء يبا. عباسو قال لك شيء يزعلك؟ عباسو شرى البيت. شرى البيت؟ اي بيت؟ البيت اللي احنا فيه. شرى البيت؟ ايش فيه لوحقنا؟ ما بغى يشتري الا البيت اللي احنا فيه؟ انا ادري ليش يسوي كذي. شبي منا عباسو. ما يحتاج يا بنتي اقول لكم، الكلام ما يسوى الواحد يتكلم فيه. قول له لا يجي عند بيتنا، ان يجي عند بيتنا بنشتكي على مركز الشرطه. ما في داعي يبا، ما في داعي مركز الشرطه. الحين عذره ان البيت له. هذا مو عذر يبا، ما دام احنا مأجرين البيت يعني ان البيت بيتنا، مو على كيفه راي حراج ان احنا نشتغل عنده. شو نسوي؟ الرجال ما يستحي. هالمره ليا انا بطلع له وبكسر راسه. ومين قال لك تطلعين له؟ انا ما هو بريال؟ شفتيني ما هو بكفو؟ خلاص يعني لبستي هالدريس وصرت علينا ناخذه؟ تحملي ليكون تسوي شيء، هذا انا قلت لكم. ايش فيك؟ ايش سويتي؟ ما سويت شيء، انا قهرني عباسو ودي اصنطه من نكتايته، ابوي متضايق منه مو عارف شو يسوي. انت ما تعرفين ابوك هالايام مثل عود الكبريت، ما حد يحكى الا شب. مسكين ابوي، جني جرحته، بس صدقيني يا نرجس مو قصدي. سمعتي يوم اقول لك من لبستي الدريس وصرتي مثل النوخذه؟ ما شاء الله عليكم على الحميه، لو انتم صبيان ايش بتسوون؟ شوي بللتيني. سامحة روح الشغل اليوم؟ ما روح الشغل اليوم، أظنتي تعبان شوي. لا شكله تعبان وايد. خالي سلمان راح يسأل عن عمي يوسف؟ والله ما يندرى، هو قال بيسأل عنه بس أظنتي ما راح، يمكن صار عنده شغل. خلينا نروح نسأله. لا أنتي روحي ناشري الثياب وأنا بروح أسأله. وينك يا سلمان؟ احنا نترياك. ايه جيت البارحة تعبان وما قعدت الا متأخر. انزين رديت حق يوسف؟ ايه رديت؟ لا 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 ما رديت. كنت تعبان ورقدت. سعدي حاتي وقعدته هناك مخليتنا كلنا في ولوال. الله يهديك يا حليمة،
يمكن عجبت ماي البريت والنخيل، هني شو يسوي في الحر؟ يقول لنا انه بخير، يبرد قلبنا، على الاقل ما نفكر انه. لا يروح فكرك بعيده يا حليمه، ولا تخلين اخوه يظن انه لا علاقه. إن لا علاقه بشنو؟ ما تحكون؟ في شيء انتم تعرفونه ومخبينه علي؟ يوسف مسوي شيء؟ ما تحكي، يوسف مسوي شيء؟ الله يهداك ما سوى شيء، بس انا اقول حق سلمان لو يجيب هني احسن، ابرد لنا قلب. وهو ليش ما يبي؟ هو الله يسلمك ما قال ما يبي، احنا اصلا ما حصلناه، احنا وافينا ام صديقه وقالت انهم طلعوا، وانا كان المفروض اني امر عليه بس انا ما رحت. خلونا نروح نجيبه الحين. لا الحين لا الحين ما اقدر، انا لازم اروح الشغل، بس اوعدك عقب ما ارجع من الشغل بامر عليه. لا ترد الا بي يا سلمان. ما ادري، انا اعرف يوسف، لو يدري كان يات يركب. هذا يوسف اللي عارفه، لكن يوسف الحين تغير. قلت لك من قبل لازم تعبرينه، يوسف مجروح من اليوم اللي ياتش يخطبك فيه. لا مو هذا هو السبب. يوسف يا بدرية يعتقد ان انا لي علاقة بصديقة. شنو؟ انتي؟ اي انا. يوسف يعتقد كذي، والشيء هذا هو اللي مغيره علي. اي صديق فيها؟ محمود. وليش يظن كذي؟ محمود كتب لي رسالة وانا قمت وعطيتها حق يوسف. عيلك انت وش؟ ما ادري، بس انا عطيته الرسالة عشان يعرف صديقه وكيف هو يتفاهم معه. بس محمود ليش يسوي كذي؟ ما ادري، جاتني لحظة فكرت ان يوسف هو اللي داز محمود عشان يختبرني. تظنين يوسف صدق دازه؟ ما ظنيت ان يوسف يسوي كذي. ما قلت لك اني بيتعرفوا عليهم؟ ايه والظن يا جواد انهم قبضوا عليهم؟ مو اظن الا اكيد قبضوا عليهم، بس تعرف هذول الشرطه عشان سريه التحقيق ما ينبى يقولوا الا اول يلموهم واحد واحد. والله انا متعجب يا جواد، شو الشباب نوصلوا لهالمرحله هذه؟ بوق وطق بسكاكين. لا تستغرب يا اخوي عبد الوهاب، لا تستغرب، اذا الواحد ما ربوا اهله وش يصير؟ يصير لوفري، يصير منه هالكوره اكثر، لذلك الانسان لازم يربي عياله ويخاف عليهم، لا يمشوا مع هالمنحرفين. الا ما قلت لي شو اخبار ولدك محمود؟ محمود ما قلت لك عن محمود. محمود سافر وراح بيروت، راح يقدم اوراقه حق الجامعه. لا 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 هنا مو عاد انا ازعل منك يا عبد الوهاب، كيف يسافر بيروت ولا تقول لي؟ اولا تدري انت اهلي كلهم في بيروت، لو قايل لي كان عطيته كم بيزه اودي لهم. لا والله عندك حق يا جواد، عندك حق في هذه، وانا بصراحه ما اخذت بالي. يلا ما علينا اللي صار، لكن ما قلت لي وش يدرس؟ تعرفين ان الحفيز مسكوك والاشغال متعطله، ومبارك اخوي يبي له وقت لين يتعافى. الحفيز مسكوك بأمر الشرطة. الشرطة خلصت من الحفيز ونقدر نبطله أي وقت. خلني أشاور أخوي سالم أول. سامحيني يا مرت أخوي، أخوك على عيني وعلى راسي، بس الحفيز ذي حفيز عيال راشد وأخوك ما له خص.
قصدك حفيز مبارك بن راشد. وما حد غيري شريكه، وانا اشاورك احتراما لك لانك مرت اخوي، وحتى لا تقولين تصرفت من وراك. الحفيز ما ينفتح الا بشور اخوي سالم، فهمت؟ اخوك سالم شوره عليك انتي، وانا اللي علي قلت لك، انت كيفك؟ تهددني يا عبد الرحمن؟ هذه تاليتها؟ لي طاح اليمن كثرت سكاكينه؟ افا يا منيره، انت مرت اخوي ومكانتك محفوظه، بس بعد الحق حق. انت عمرك ما قعدت في الحفيز ولا تدري عن الشغل في الحفيز، الحين تبي ترز روحك؟ ادري بك ما تحبيني ولا تثقين فيني، وانا عاذرك، بس راعي الحلال ابخص بحلاله، وانا احق واحد يجلس مكان مبارك اخوي، وما في انسان يقدر يقول انه هو احرص مني على حلال اخوي وحلالي. زين ما قالوا ايش تبغى مطرش علي؟ وانا وش دراني؟ اصبر لين اجي وبتعرف منك كل شيء. انتين بعد تعرفين، قولي وش يبغي. اقول لك ما ادري بشيء، اصبر عاد شوي، وش فيك؟ شوفي انا ما احب انطر، ابى اروح واذا اجي خليه يطرش علي. اصبر عاد دقيقتين، وش فيك اليوم؟ قلت ليش بروح واذا اجي خليه يطرش علي. ايش فيك منصور؟ لا هو مستعجل. ايش فيك؟ ما في شيء. وايش في اخوك؟ ابيك استنى. تعالي. وين حطيت الجوتي؟ اكو منها. من هو اللي كرقت في العشه ها؟ حق ويش؟ لا سألتك جاوبني، لا تقول لي لا حقوه ما حقوه. من هو اللي راقد في العشاء؟ لازم تفهم حاجة واحدة، ان الزراعة هذه زراعتي، لازم اعرف من هو يدخل ومن هو يخرج، فهمته؟ هذا واحد رفيقي. والرفيق هذا ما له اسم، وش اسمه؟ اسمه محمد. ومن زمان تعرفه؟ من سنين، من ايام الاعدادي. بيتهم مسافرين كلهم الهند، وجاي يقعد عندنا كم من يوم. فيها شيء؟ منصور، انت متأكد ان اسمه محمد؟ يوسف، قصدي محمد يوسف. ايه جواد، قلت له الحراميه اللي ضربوا الرجال وباقوا بيزاته. ما يحتاج اقول له، هو يعرف. انا سمعت مثل الناس. بكره بتسمع اكثر، اذا طاحوا في يد الشرطه وحطوا صورهم في الجرايد بتسمع اكثر. انا بمشي. صبر، انا بغيت احدلك وما انباك تورط نفسك مع اي واحد غريب، ولا شكيت في احد تعال خبرني، فهمت؟ ان شاء الله.
سلمان؟ منصور، وين يوسف؟ يوسف راح لك البيت، كان يبيك ضروري. زين يعني ما راح بيتهم؟ زين هو ليش ما يبي يروح بيتهم؟ ليش منخش هني؟ استاذ خليه يقول لك هو بروحه احسن. رحم الله والديك، الين شفته قول له لا يجي هني، المكان مو امان. في امان الله. في امان الله. شو مسوي يا يوسف؟ شو مسوي؟ لازم اعرف. بس وين ممكن تنخش؟ هذا بيتكم القديم يا يوسف. طقت علي الباب. مساعة ما خلتني أكمل كلامي. كلامك؟ عرفني أنت شريت البيت. معلش عندك. أبي أقول لك أن عليك شهرين للحين ما دفعتهم لي. شهرين؟ إيش معنى شهرين؟ أجار شهر من البيت القديم وشهر من البيت الجديد. إيش تبي أنت بالضبط؟ إيش تبي؟ أنا أبيك توفي بوعدك لي. وعدي؟ أنا ما وعدتك بشيء. اذلف عن وجهي. وعدتني أنك تزوجني زينب وبعدين رديت في كلامك. أنا ما وعدتك بشيء، لا تقول لي شيء أنا ما قلته. وعدتني يوم كنت محتاج وتساهلت معاك في الأجار، بس يوم شبعت رديت في كلامك. أنا ما حد يلعب بي يا صالح. فارج بوجهك يا جليل الحي. أنا نسمي طويل يا صالح، حتى أطول مني. اذلف عن وجهي لا بد. وين رايحة؟ مالك حق تحمل تسألني وين بتروحين ولا من وين جاية؟ أسألك واكسر راسك بعد. يلا ردي دارك، يلا ماميش طالعة في الليل. مالك خاصية، دام رايلي راضي ما حد يكلمني، مالك خص. اللي يخص وغصبا عليك. يلا داخل. قلت لك مالك خص فيني، رايلي راضي وبطلع وقتي اللي ابي، ايش حدك سوي شدي، شي خصك؟ قلت لك انطمي ودشي دارك لا اطيح فيك بلوح. ما انت بكفو. انا مو بكفو. يا بكفو. انا مو بكفو. انا علمك ما عليه. انا علمك. مالك امر علي، دخلت مرة امر عليه على كيفك. ما عليه منيتك على ايدي المنشورة. انا راويك. إن شاء الله سلمان ردت للبيت.
شاء الله يفهم. اكيد بيفهم. سلمان انسان ذكي وبيعرف اني هني. بيساعدني. نعم. جايكم موضوع مهم. اي موضوع؟ تعال. نعم. سمعت انك بتفتح الحفيز. اي نعم. اشغال اخوي متعاطله، والحفيز اذا ما فتح بخسر. زين وبيشتغل تحت مسؤولية من؟ انا المسؤول. انت شو خصك؟ ما برد عليك، لان تعودت انا اللي اسال وغيري هم اللي يجاوبون. بس الحفيز ما بيفتح الا وقت المنيره تقول، لان هي صاحبة الحق. وانا مالي حق؟ والله حسب ما نعرفه ان بعت نصيبك كله حق اخوك. معلوماتك غلط، والحكي اللي وصلك كله كذب في كذب. اذا كان الحكي كذب حسب ما تقول بنخلي المحكمة هي اللي تقرر. لذاك الوقت منيرة هي صاحبة الحق، هي تعين الشخص اللي تبغيه يشغل الحفيز. وهذه بأوامرك انت؟ اي نعم بأوامري. شفتي يا هدى؟ شفتي خالد شلون يتهمني من غير واي حق؟ انا حبيت احافظ على حقوق اختي وبنت اختي، لان الحفيز اذا سلموه حق واحد مثلك بيفلس من اول يوم. ويكون في معلومك، اذا تصرفت من غير شوري لا تلوم الا نفسك، فاهم؟ يما ليش كبرتي السالفه ورحتي قلتي حق خالي سالم؟ وليش ما اقول له؟ اخلي عمك يلعب بحسبتنا؟ عمي نيته زينه وما سوى شيء غلط. انا عارفه زين، انت ما تعرفينه. عمك ينتظر هذه الفرصه من زمان، بس انا ما بخليه على كيفه. بس بعد يما نيتي للحق خالي سالم ما له دخل، عمي عبد الرحمن احق منه. اقول لك عمك بيلعب بحسبتنا، بياخذ بيزات الحفيز وبيضيعها على السهر والعربده. لازم يعرف ان ورانا ريال يقدر يوقف بوجهه علشان يحسب لنا 1000 حساب. يعني شنو؟ بنسوي لكم هوشه والسبه الحفيز؟ عمك هو السبب، هو اللي يدخل روحه في كل شيء. عمك ما كان يدش الحفيز الا علشان ياخذ بيزات ويطلع، وابوك عياز هو يشتكي منه، بس الحين لازم يلزم حدوده وما يوطوط صوب الحفيز. انت ليش ما رحت المستشفى حق مبارك بن راشد؟ كل هالفريج راحه ولا انت؟ هذا الموضوع المهم اللي جايني علشانه. انت صديقي وانا اخاف عليك من الحكي. مبين. يقولون انت شمتان فيه. ما برد عليك، لاني ما ابطل اذني حق القيل والقال. بس هذا مبارك بن راشد ولازم تزوره، حتى لو مجامله يا اخي. ايش حقه جامله؟ شو ليش تجامله؟ هذه عاداتنا. ليش انت غير الناس؟ ما اقدر اساير الناس في كل ما يبونه، وانت تعرفني زين. الناس تحكي عنك وعن نسيبك يوسف. تحكون شو يقولون؟ خلي تحكون. يقولون ان يوسف كان يسوق سيارتك يوم الحادث. ايش فيها؟ يوسف مديم ياخذ سيارتي وانت تدري. لا لا لا،
بس هذه غير كلش. انت بكم يوم قاعد تلمح بالكلام، اذا عندك شيء قوله ولا انت متلف وتدور يا موسى. أنا سمعت إن الشرطة تدور سيارة مثل سيارتك يا سلمان. يوسف صوت خير يا سلمان، تفضل معانا. يا لحظة، العلاق يسرق الباب؟ نعم. معانا امر بتفتيش البيت. تفتيش صاير سالم؟ يا لا لحظة، هون لحظة، محاريب في البيت الصاير، قول لي يا سالم الصاير. سالم لحظة فهموني الصاير. وين يوسف؟ ده يوسف كاهي خير الصاير هذا. فتشوه سالم لحظة، فهمني شو اللي صاير. انت ولد الفريج، لا يكون تظنون ان يوسف هو اللي ما عندي كلام معاك، بعدين بتعرف كل شيء. سالم يسألون عن يوسف. وين امك؟ ليش ما جات غدت معنا؟ الهوا من
منصور مريض شوية، روح تقعد وياه. منصور مريض؟ ايش فيه عسى ما شر؟ تبي الصدق؟ منصور ما في شي بس جدي يتعاير. تعاير؟ كيف اجاهله عشان يتعايره؟ منصور ما ادري وش فيه هالايام، احواله متغيرة ولا حد يدري وش فيه. هاد شغل المطبعة وقاعد يشتغل يا ابوي في الزراعة. حتى المنام اللي كان يموت على ريحتها قام ما يروحها الحين. ابوي يبغى يروح يشتري يا اغراض هو مو راضي. يا سبحان الله. وما سألته وإيش فيك متغير من ويش؟ ما سألته ما عرفتوا شيء؟ ومن هو بيسأله؟ مخلينا على كيفه. أصلاً أبوي مستانس محصل لحد إياه يشتغل في الزراعة. ما علينا حين من منصور وسالفة منصور، خلينا سالفة بشري، وش الأخبار؟ وش صار؟ وش يعني؟ وش اللي في الطريق؟ وش اللي جاي؟ بشريني خبريني. للحين ما صار نصيب. للحين ما صار نصيب؟ يعني كلام امك طلع فشوش في فشوش وانت طلعتي بيضة مارقة. اسمعي عاد، للشهرين اثنين ما في غيرهم، إذا ما بين على الشيء ولا حملتي حضن امك او لابج. ما حد يصدق ان يوسف وسلمان يبوقون، عمرهم ما مدوا يدهم على مال غيرهم. اكيد مشبهين عليهم يا حليمه وباشر بيهدونهم. بس سالم ولد الفريج ويعرفنا احسن من غيره، شلون يشك في عيالنا فاعلين هالعمل؟ هذه مو بفعايلهم، فعايل ناس ثانيين. هم يا الغضب ما تدرين، مبارك ولد عمه ورايل اخته، وهذه يخليها تحرته فينا ويقط التهمه علينا وعلى عيالنا. كل الناس متعجبين لكن ما حد في يده شيء، والله بيظهر الحق ان شاء الله. واذا ضاع الحق واذا ما عرفوا الفاعل يتمون في الحبس ويحملون ذنب غيرهم. ايش فيك؟ خلي ايمانك بالله قوي، الله ما ينسى المظلوم. ايماني بالله قوي، بس الحق اذا ما لقى حد يدافع عنه يضيع يا مريم، يضيع. ايش بيدنا غير الصبر؟ بيدنا يا مريم، بيدنا يا مريم. تعالي يا حليمه، وين بتروحين؟ تعالي يا براويت وين بروح، تعالي. آمر يا بنيتي، خير؟ يا أبي منيرة. منيرة خاطرها متكدر وما تبي تجلس مع أحد. بس دقيقة بسلم عليها. أقول لك خاطرها متكدر، تعالي اليوم غير هاليوم. ليش ما تبيني أدش عليها؟ أنت مصدقة إن سلمان ويوسف؟ سلمان ويوسف ومبارك وكل عيال الفريج حسبات عيالي، وأنا قلبي معورني على يوسف وسلمان مثل ما قلبي معورني على مبارك، وهم منيرة قلبها معورها على ريلها. لا تزيدين همها على الهم اللي هي فيه. قولي لهم يا خالتي موسى، قولي لهم واللي سلمك، قولي لهم يا عبد سلمان ويوسف يدهم تنقص ولا تنمد على مبارك او غيره من عيال الفريج. قولي لهم انت تعرفينهم احسن من غيرهم، هذلين اللي قلوبهم على الناس، الصخيين اللي في يدهم مبلهم. يوسف وسلمان يحبون ما يعادون، يجمعون وما يفرقون. قولي لهم واللي يرحم والديك. ايش قالت لك؟ قطت عليك حكي يويا؟ ما عليه، عذريها، المرة ما تنلام.
جايبت لك الجيمات مسويتها لك في البيت. مع من كنت تحكين في الحوش؟ مرة جاي تسأل عنك يسرتها. لا حليمة مو جاي تسأل عني. سمعت صوتها عدل جاي تدافع عن اخوها ونسيبها. هذه بدل ما يواسوني ويطيبون خاطري بكلمتين جايين يتهاوشون معاي. معذورة يا منيرة. وهم انت بعد معذورة؟ لا مو معذورة، كلهم مو معذورين. النسب مو بالقوة، كم انه وقف لهم على الباب وما خلاهم يدشون البيت. حقدوا عليه، تحاموا لما لقوه بروحه في الحفيز وخذوا قضاهم منه، قطوه في المستشفى. ما يجبرونه يزوجهم بنته، هو حر. كيف الريال يبي يشوف صالح بنته؟ يما لا تخلينا حد يسمع منك هالحكي، ترى الناس تصدق. وانتي مو مصدقة؟ لا طبعا مو مصدقة، الكلام هذه مو بسهل اني اصدقه. كنك رخصتي بابوك، كنا قلبك مو على ابوك، كنا جحدتي. قلبك صار مو علينا، صرتي معاهم يمشونك على كيفهم. يما الناس هذيل انا اعرفهم، قاعده وماكله وشاربه وياهم. وهذا اللي مطمعهم فيك، ظانين انك ميته عليهم، واول ما يجون يخطبونك تركضين لهم، نسوا ان عندك ابو. يما شو الحكي اللي قاعد تقولينه؟ ترى الناس ما تفكر مثل تفكيرك. انت ما شفتي حلوم جاي هني عندنا بالبيت تبي تبرد حرتها؟ محتره قلبها عارقها على اخوها سلمانه ونسيبها يسفوه. شو اقول لك؟ وش تبيني اقول لك بعد اكثر من كذي؟ ناسي ان ابوك مكتوب في المستشفى بين الحي والموت، لكن بياخذون جزاهم. يما بس انت ما سمعتيها. بس سكتي انطمي كم ولا كملك رخصاتك. سمعتي؟ يلا منيرة ايش فيك؟ تعوذي من ابليس يا منيرة، ايش فيك انت كذي؟ ابى اشوفه يا موزة، قلبي ميويعني عليه. وبتخالفين نصيحة اخوك؟ كلهم راحوا له وكل يوم اقول اليوم. انا خايفة اشوفه وهو ضعيف، خايفة يستحي مني. انا متعودة طول عمري اشوفه قدامي منتصب مثل الدقل، خايفة يستحي ويحس بالمهانة قدامي. ما بيحس يا منيرة، يدري بك تحبينه وتعزينه. صدقيني يا موسى أنا نسيت كل أساه، الله سبحانه وتعالى مسحها من قلبي ومو شايلت له إلا المحبة. أنا ولهانة يا موزة عليه ولهانة. انزين صبري لين يجي اخوك سالم بيوديك. لا سالم ما إلا العصر وأنا ما أقدر أنطر. أقول لك طرشي حد من الصبيان خليه يجيب لنا تاكسي. شافتي عدله؟ هي شعرك معتشب وريحته حنه وخنينه. موزة أنا ودي أتعدل، ودي أتزين، ودي أسوي أشياء وايد يا موزة، بس حاسة إني بطير من على الأرض، بس ما أقدر أنطر يا موزة. روحي جيبي لنا تاكسي يا موزة. إن شاء الله يطمن قلبك إن شاء الله. أنا ولهانة علي يا موزة ونسلمك بسرعة يا موزة. مبارك بن راشد وين؟ اوكي رقم 7. هلو. الحمد لله على سلامتك، بغيت اموت يوم عرفت باللي صار لك. ما عليك شر. عاد أنا رحت سألت عنك مو قدرت أصبر. مو قدرت أصبر أقول لك، كنت بصير مينونة.
أدري شو أسوي بدونك. بضيع وبتلطم. تدري إذا دروا إني وأنا هني بيذبحوني، بيدفنوني وأنا حية. وأنت الله يهداك عاد ما بغيت إلا تطيح لهالوقت. أنا وايد محتاجت لك، ما أدري إيش بسوي. إن شاء الله قاعد، حتى لو مو قاعد المهم إني أشوفه إن شاء الله على خير مكان. أدولك يعقوب مغربلني ومأذيني، ولا فلس ما يعطيني، وأنا ما أدري شو أسوي في روحي، ما عندي بيزات حتى أكل، وبشتري لي كم غريضة شي ما عندي. زين، تبيني أروح ولا قاعد هني؟ أنا أقول له أروح أحسن، قلبي مو مطمن، يمكن يجون في أي لحظة. بروح بس قلبي وياك، ما ودي أروح. يلا ما عليك شر، مع السلامة.